هيلنا القهوة. أخيرا حنشرب قهوة رائعة زي اللي شفناها امبارح عند بيت أبو ماجد. ما شاء الله لا إله إلا الله. أول مشوار رايحينه في الطايف على الهدى. الهدى منطقة جبلية مرتفعة جدا وجميلة جدا، بس طبعا بدكم تنتبهوا الطريق منحنيات كلها. على الهدى على الهدى على الهدى، لا تخلي يشوفك حدا. لا قبل السبعين، قبل السبعين. شوف هذا كان في دكة هنا وقهوة. أول محطة إلنا معارض عطور الورد. طبعا الطايف معروفة بالورد الطائفي. شوف الخضرة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. صبر بدي عندهم صبر. لا استغربت عندكم صبر؟ ايوه اي زراعة هنا. الله على الورد. شوفوا لا ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد. وين التوت؟ ما شاء الله. منين التوت هذا؟ ها؟ توت بلدي. جيب واحد خلينا ناكل. برشومي. هون بسموه برشومي، احنا بنسميه صبر. اي صبر. برشومي توت. وتين. لا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الله يبارك لكم. الجو بعقد بعقد ما شاء الله. احنا هلا باعلى نقطة بالهدى ما شاء الله لا قوة الا بالله. الجو بعقد، الفواكه بتشهي، كل شيء كل شيء حلو. ما في ولا. شوفوا القرود. هذول على طول متواجدين هيك. يا الله. هذه علامة من علامات الهدى. مش هداك ايش قاعد بيسولف مثلا؟ طلع متعودين الناس. وصلنا لنقطة مهمة جدا من أهم النقاط في الهدى اللي هي مصانع الورد الطائفي. مش عارفة هدول ايش، في حدا يشرح لنا؟ السلام عليكم. بيفيلموا بيشرحوا لك. مش هتشرح لنا انت؟ يلا ايه ده؟ هذا معامل الورد. طيب هتشرح لي ده واحدة واحدة من هناك؟ نبدأ من فين؟ نبدأ من الأول. يلا. الله يحييكم. هذا طال عمرك يتسمى جهاز استخراج الورد الطائفي او معمل استخراج الورد الطائفي. ايوه. لازم يكون طبعا مصنع من نحاس او ستيل عشان ليش؟ يحتفظ بدرجه حراره عاليه. فقبل لا نجيب الورده من المزارع لازم نفصل بين قاع المعمل ما بين الورد. نفصل بيش؟ نفصل الطريقه الوحيده اللي هي الماء عشان ما يتحرق. تعرف الورد رقيق حساس، يعني مجرد ما نحطه في النار حينحرق على طول. لا، احنا نفصل حوالي كميه ميه 40 لتر او 50 لتر مويه تحت الورد قبل الورد. بعد المويه نجيب الورد. الورد حوالي 14000 ورده ل 15000 ورده يستورد المعمل هذا. نحطها ما شاء الله. اي نحطها فوق الماء. بعد ما نحط الورد 14000 ورده او 15000 ورده نجيب ماء ورد. هذا الورد ما شاء الله لا قوة الا بالله. لو سمحت بدي وحدة. ريحتها رائعة يا جماعة. ما ابصري اسفة. ما شاء الله لا قوة الا بالله. ريحتها رائعة رائعة. طب هذا الورد نحطه بهذا المعمل. اوكي. لمدة قديش؟ مدة طبعا يختلف. والمدة يقعد هنا في حوالي 12 ساعة. ايوه. هو يطلب. لكن الضرورة اللي حنجيبها هي تسمى طبعا لازم بعد الورد نجيب ماء ورد.
اوكي. عمليه تكرير. ايوه لازم عمليه تكرير. نجيب قاروره حوالي 25 لتر ماء، دي يسمونها القطفه الاولى، واهل المصانع يسمونها الدرجه الاولى اللي هي ايه؟ قطفه العروس. ما شاء الله. يسمونها العروس او البكر عشان الدهن بيطلع فوق منها مباشره. ما شاء الله. بعدين نجيب قاروره ثانيه اللي هي الدرجه اللي هي يسمونها ايه؟ الدرجه الثانيه، او بالنسبه لاهل المصانع يسمونها الثلث. نجيبه برضه ونحطه هنا، نحط القارورتين، بعدين نجيب نغطي الغطاء هذا، طبعا بيكون مفكوك زي هذا غطاء. اوكي. اي هذا غطاء. فطبعا بعد ما نجيب نحط ميه الورد، نجيب الشطرطون، لازم شطرطون لاصق بلاستر زي اللي هناك هذا. زي هذا. اي زي هذا. هلا هون في اثنين شغالين. ايوه. هذا طبعا لازم يكون عشان بحيث ايش ما في ولا اي تنسيم، لو في تنسيم الطبخه راحت علينا بلاش، زي ما يقولوا العطر يتبخر. ايوه. طبعا فين يتكثف؟ فين بعد ما يطبخ يغلي يتكثف في الغطاء هذا. الغطاء هذا في مجوف في مجرى، شوف هناك كده ماسوره. ايوه. الماسوره تضغط اللي هي هذه طبعا. اوكي. اي تضغط بالشطر هذه هنا مفروض. هذا طبعا برضه الجزء هذا مهم جدا، اهم شيء في المعمل نغطي الجزء هذا ونغطي الجزء هذا. اوكي. عشان ما يتبخر. اي ما يتبخر. تعرف الورد الطائفي يعني غازي صار عمل. ما تشوف هنا ورده كذا. اي الماسوره تمر عبر هذا هنا بركه طبعا مويه، لو شفت في المرايه هنا. اوكي. وبعدين هون المراحل، مين اول مرحله؟ هنا المرحله الشغاله هذا اللي قلنا عليها ماء ورد عروس قطفه اولى. هذه اول قطفه. اوكي. اول ما يطبخ يفرغ هنا الدهن، يطلع هنا طبعا المويه اسفل ماء الورد، والمويه هنا الدهن. اوكي. شويه قليل الدهن يعني نسحبها بواسطه البرواز. شو عم تشرب؟ شاي بالورد. يا عيني عليك. زاكي؟ طيب. صحتين حبيبي. الورد للورد. في سواح طبعا غيرنا جايين. شوفوا مزارع الورد ما شاء الله. من أعلى قمم جبال الطائف إلى منطقة الهدى والشفاء. ثم يبدأ موظف المصنع بعد الورد، بحيث يتم عد 125 وردة، وتوضع في إحدى كفتي الميزان ويوضع في الكفة الأخرى مثلها، ثم يقوم بجمعها كلها في كفة ويزن عليها 250 وردة أخرى، ويستمر في ذلك إلى أن يصل العدد في كل كفة إلى 1000 وردة تقريبا، وكلها توضع في كفة الميزان كوحدة وزن يوزن باقي الإنتاج عليها. هاي شجرة الورد. اجينا هلا على المزرعة الصغيرة اللي برا، بس ما في وردات. وين الوردات؟ وردات والله حاليا ما في طبعا. ليه طيب؟ يمكن برد. هذه طبعا استراحه مسوينها للزوار مجان. ما شاء الله. يجلسون فيها، بعضهم يجيب القهوه يتقهوى، بعضهم يجيب غداير يتغدى، بعد يجيب فطور. هذه شجره المشمش. ما شاء الله. اي هذه طبعا مجان مسوينها للزوار يشوفون منها في الموسم. الله يحييكم. الله يسعدك. ها يا سيد. ايوه. مثلا الواحد اذا اخذ الشجاع فين ياخذ؟ وقت القص يتقلم التقليم. متى تقلمونها؟ نقلمها في شهر بالميلادي 1 يناير. يعني مجدي عم بيقول يا جماعة انه اللي بيجي بشهر يناير وقت التقليم بتقدر تاخذوا شتلات من عندهم مجان. الله يسعدك. مجان اللي هو التين. التين اهل الطائف سامعين؟ التين الرمان اللي عندهم المشمش اللي بيجي ويكون نازل موسم مجانا. ما شاء الله. في الموسم. التوت لا اله الا الله. الله يسعدك يا مجدي، الله يسعدك ويرضى عنك. لا صراحة حلوة. صراحة جلسة حلوة وناسة. بديع كيف؟
واحلى شيء الصدى. مبسوط؟ لا حلوة مرة. حلوة مرة. شفتوا؟ صار جوزي الصدقة عنده ممتازة. صراحة رائع. والله هذه صار جوزي يحكي سعودي صار لي مرة. الله يرزقك. شوفوا كراسي بأحلاهم بجننوا صراحة. والله نفسي ام نادر خلينا قاعدين هون. الحلو بالمصنع هون على فكرة انه بيستقبلوا السواح، فهذا اشي كتير كتير رائع يعني. اي من خارج المملكة ومن داخل المملكة يعني احنا ضيوفكم هلا. الله يسعدك. بده يعطرنا والله. مجدي الله يسعدك. الله يجزاك واياكم. ايوه التولة ب 1500 هنا من في المصنع طبعا. هاي التولة الكبيرة صح؟ اي في المحلات برا طبعا على 4000 و5000 سامعين؟ هاي ب 1500 ريال سعودي اكبر وحدة. اي وهذا النص نص تولة 800. اوكي. وهذا الربع 400. 400 ريال. 400 ريال. وبرا الاسعار كثير اغلى من هيك. اي اكيد طبعا. طبعا الورد الطائفي لازم يكون مجمد زي كذا، اي برودة تجيله لازم يكون مجمد. اوكي. المغشوش ما يتجمد مرة. المغشوش ما يتجمد. والله مية هذا دهن. هذا دهن. هذاك حاطين عليه نسبة زيوت او حاطين عليه شيء. فما بيجمد. ما يجمد. بده يسحب لنا من زيت الورد عشان يطيبنا فيه. يعني شوفوا صاحب المعمل الله يبارك له الله يبارك له الله يبارك له، ما شاء الله لا قوة الا بالله. هو عم يعمل صدقات كتير كبيرة ما شاء الله. وهاي بالنسبة له صراحة تسويق رائع جدا. طبعا وحاطط مجدي شطور. الله يجزاكم خير يا مر. والله انك شاطر ما شاء الله عنك. اي احد من طرفك كمان له يعني خصم خاص بشرفك. اي والله. سامعين؟ أيوة. اي حدا بيجي هون شو يقول لهم؟ قول لهم احنا من طرف خالة ام معن. هذه والنعم. ونعم بحالك. أيوة. ترى ما بيعرفني هو، ما بيعرف انا مين لعلمكم. اي والله اول مرة وشرفنا بزيارتك. الله يسعدك. مجدي كم رح تعطي المتابعين خصم؟ 20%. 20% خصم لكم من مصنع راشد القرشي في الهدى في الطايف. بس تقولوا لهم احنا من طرف خالة ام معن. تعالوا عند مجدي عشان يعرف. يا مرحبا الله يحييك. الله يسعدك. طبعا في كتير منتجات من الورد، صوابين، كريمات، الشاي، شربنا شاي بشكل، وسمعت كمان عن قهوة بالورد. هذا للشعر. هذه خمرية للجسم وللشعر. وهذه هي نفسها. يعني هاي للشعر. اي اعطينا حط شوي على شعري. يعني عن جد عن جد عن جد ما تتخيل حجم سعادتي اني انا جاي على هذا المكان رائع. حطيه على ظهريدك. اقول حطيه على ظهريدك كذا وشمي ريحه مره تعطي نعومه. قوة الا بالله. شوفوا الوفود السياحية اللي جاي. اللهم صل على سيدنا محمد. الله يبارك لهم الله يبارك لهم. ابو معين كيف؟ والله جهزت زي العروس. بيتجوز. امبارح كاتب لي حبيبتي لسه امبارح. بدي عندك تتجوز حبيبي؟ بدي اتجوزك انت مرة ثانية. الله يرضى عنك. تعال نعمل عقد زواج في السعودية. شفت صار يرجع. ايوه تشهد شنو؟ الشاهد؟ طيب الله يسعدك ويرضى عنك وشكرا جزيلا اخ مجدي، ما قصرت. الله يرضى عنك. ماجد ما قصر. ابو نادر شكرا. عفوا. لانك انت اللي جبتنا لهون. الله يسعدك. انا اشكركم انكم عرفتونا على المكان. الله يسعدك. خليتونا نجي نسال. الله يرضى عنك. انا بزوركم دائما. الله يحييك. شكرا شكرا. شوفوا ما شاء الله لا قوة الا بالله. مش عارفة من ماليزيا او من اندونيسيا. شاهي. شاهي؟ يلا نشرب شاهي قبل ما نطلع. بدك تشربنا شيء؟ ايوه دوب حصل التكثيف حقها. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. تجربة رائعة يا جماعة. ارجوكم تعالوا على الهدى على مصنع راشد القرشي. هاي شكلها بتشتغل بالصيف بس صح؟ على فكرة يا جماعة في ترى تلفريك بالهدى هون. بينزل لوين؟ بينزل مكة. بينزل مكة تحت. قرية مائية. لا صراحة
اشي حلو جميل جدا جدا، لا تضيعوا على حالكم. لازم نركز، لازم نصور. يا جماعة قبل ما انسى لازم تعرفوا انه الوصول للهدى هي مش منطقة عادية، هي منطقة مرتفعة جدا، فاللي عندهم دوخة او بخافوا من المرتفعات او بصير عندهم لوعة ما يطلعوا، لانه يعني مثلا انا طالعة لانه لفات 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 متواصلة على طول، فشوي معدتي ضايقتني، بس لما شفت الورد خلاص الحمد لله صرت كويسة. اجينا نتغدى بمطعم ديفان. ديفان بالتركي بس هو بالعربي الديوان يعني، بس هم حرف الوا ما بيعرفوش ينطقوه. والله شكله عندهم اشياء حلوه ترى. هذا حمص باللحمه معمول بالفرن بالفخاره، انا فكرت صحن صغير طلع كثير كبير. وهاي سلطه مشكله، يعني انواع سلطات مختلفه. عشان تحسوا انه احنا عن جد وين في تركيا، مطعم تركي زاكية، لهلا المقبلات كثير زاكية، ندوق باقي الاطباق. الحمد لله رب العالمين، تغدينا غدا تركي لذيذ جدا. تسلم ايديكم ابو نادر وام نادر، ان شاء الله يا ربي يديم علينا وعليكم المحبة والصحة والعافية. هلا خلصنا من الغدا واجينا وين؟ على الجوري مول. شوف هدول البنات والله العظيم شو اعمل فيهم. هاي رحاب، يا رحاب يا قلبي يسلموا ايديكي، تدخلني على اساس انا ضعيفه يعني.